السلام عليكم واهلا بكم متابعي قناة ريال مدريد وبس وعشاق النادي الملكي. أرجو منكم الاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل أخبار المنينجي. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الاثنين عن الراتب المتوقع أن يعرضه ريال مدريد على صفقته المحتملة بلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند. ويتطلع ريال مدريد لضم بلينغهام الصيف المقبل رغم قوة المنافسة على اللاعب مع عمالقة البريمير ليج مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول. وبحسب شبكة كادينا سير الإسبانية فإن دورتموند منفتح على بيع لاعبه الشاب المتألق في الصيف المقبل حال تلقي عرضا قيمته 120 مليون يورو على الأقل. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يخطط لمنح بلينغهام راتبا سنويا بقيمة 12 مليون يورو ولمدة 5 مواسم، ويرتبط بلينغهام بعقد مع دورتموند حتى صيف عام 2025. وشارك نجم المنتخب الإنجليزي في 20 مباراة مع دورتموند هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين. يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني سيواصل العمل على سياسته الجديدة في التعاقدات، وذلك بعدما وضع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير نادي بايرن ميونخ الألماني على رأس قائمة أولوياته. صحيفة واصل الإسبانية أكدت اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ديفيز، لكن النادي الملكي لن يبدأ هجومه للتعاقد مع اللاعب حتى صيف عام 2024. وحسب الصحيفة فإن التقارير التي حصلت عليها الأمانة الفنية في ريال مدريد كانت حاسمة بالنظر إلى ما يملكه ديفيز من قوة وسرعة مذهلة وخبرة على أعلى مستوى تنافسي ممكن. ويرى ريال مدريد أن ديفيز هو أفضل خيار ممكن لتعزيز الجبهة اليسرى، ولذلك لن يتوانى النادي الملكي عن محاولة لضمه. السبب في قرار ريال مدريد بالانتظار حتى صيف عام 2024 هو أن عقد ديفيز مع بايرن ميونخ يمتد حتى صيف عام 2025، لذلك ستكون المفاوضات لعمليات أخرى مثل تلك التي حدثت مع توني كروس أو إيدن هازارد. ويعد ديفيز أغلى ظهير أيسر حاليا في العالم، حيث تصل قيمته السوقية 67 مليون يورو. وقرر ريال مدريد الانتظار حتى العام الأخير من عقده مع بايرن ميونخ لمحاولة إتمام الصفقة بقيمة معقولة.